السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجنازة تتكلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت: قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها، أين يذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعه الإنسان لصعق. الله أكبر. تعالوا نشوف الحديث ده بيوضح حقيقة عظيمة جدا بفضل الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح ان الانسان اذا مات ووضعت الجنازة، يعني وضع الرجل على النعش، حملوه على النعش من أجل أن يذهبوا به ليصلوا عليه صلاة الجنازة، ثم يحملوه مرة أخرى من أجل أن يدفنوه في القبر. بعض الناس لما فلان يموت يقولوا ذهب إلى مثواه الأخير، وده خطأ كبير جدا، لأن كلمة المثوى الأخير عن القبر تعني إنكار يوم القيامة وإنكار الجنة والنار، إنما المثوى الأخير يكون إما في الجنة أو في النار. أما القبر فهو مرحلة انتقالية لحد ما نيجي يوم القيامة ونقف بين يدي الله لنحاسب، وينقسم الناس إلى فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير، جعلني الله وإياكم من أهل الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول: إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال. قال إذا وضعت إيه؟ الجنازة، خلاص بتذهب الأسماء وتذهب ال الألقاب. مش هيتقال بقى إذا وضع الدكتور على النعش، أو إذا وضع مثلا اللواء على النعش، أو إذا وضع الداعية الفلاني على النعش. خلاص الاسم بيتسحب واللقب بيتسحب، ويسمى الإنسان في هذه اللحظة بالجنازة أو بالأمانة أو الميت. خلاص لا اسم ولا لقب ولا مكانة ولا أي شيء، قدرك ومكانتك في أعمالك الصالحة. إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت: قدموني. لو كان الإنسان دوت إنسان صالح ومتشال كده على النعش ورايحين بيه على القبر، يقول: يلا عجلوا بسرعة، ادفنوني بسرعة. ليه؟ لما ينتظره من النعيم في ذلك القبر. سبحانك يا ربي. طب عرف منين ان في نعيم؟ ما انتوا خدتوا بالكم، احنا لما ذكرنا قبل كده في رحلة أرواح المؤمنين ورحلة أرواح الكافرين، قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أحمد بسند صحيح، قال: إذا كان العبد المؤمن في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، نزل إليه من السماء أي من الجنة ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من الجنة وحنوط من الجنة أي عطر من الجنة. سبحان الله. فيجلسون منه مد البصر، ثم يجهزون الروح حتى تصل إلى الحلقوم، ثم ينزل ملك الموت عليه السلام ويجلس عند رأسه ويقول: يا أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب، اخرجي إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان. بل وتأتيه البشرى قبل ذلك من الملائكة الذين يجهزون الروح، كما قال جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فهو خلاص عرف أنه من أهل الجنة، فلما يتحط على النعش يصرخ ويقول: قدموني قدموني. طب وإن كانت غير صالحة؟ إن كان الإنسان دوت كان عياذا بالله كافرا، أو كان مرتكبا للكبائر ولم يتب منها، أو كان مبتدعا أو غير ذلك، قال: يا ويلها، أين يذهبون بها؟ لما يعلم مما ينتظره من العذاب والنكال في ذلك القبر وما بعد القبر. فالنبي بيقول صلى الله عليه وسلم: يسمع صوتها، يعني صوت الجنازة، كل شيء. يعني يسمع صوت المؤمن وبيقول: قدموني قدموني. كل الكائنات تسمع إلا الإنسان. الجن يسمع، الملائكة يسمعون، الدواب بتسمع، الأشجار تسمع، الكل يسمع ما عدا الإنسان. سبحان الله. طيب وإن كانت غير صالحة؟ قالت: يا ويلها، أين يذهبون بها؟ فيصرخ عياذا بالله، ويسمع صوت صراخه كل شيء إلا الإنسان. طب ليه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو سمعه الإنسان لصعق. كان ممكن الواحد لو سمع صرخة الميت اللي هيدفن ومنتظر العذاب في القبر، في الوقت ده لو سمعنا صرخته كان يغمى علينا كلنا من شدة سماع هذا الصوت عياذا بالله.
سبحان الله. فكل جنازة محمولة إنما هي رسالة لنا، لكل واحد فينا يسأل نفسه يا ترى هقول لما اتحط على النعش هقول قدموني قدموني، ولا مش هكون مستعد للقاء الله وهكون عايش حياتي عياذا بالله، أو يكون الإنسان عايش حياته على معصية الله ولم يتب منها ولم يرجع إلى الله ويقول يا ويلها أين يذهبون بها. اللي ما بيصليش واللي تارك للصلاة يا ترى لما يتحط على الجنازة، لما يتحط على النعش هيقول قدموني قدموني، ولا هيقول يا ويلها أين يذهبون بها؟ البنت اللي رافضة تلبس حجاب لحد النهاردة يا ترى لما تلقى المولى عز وجل وتوضع على الجنازة، توضع على النعش، يا ترى هتقول قدموني قدموني، ولا هتقول يا ويلها أين يذهبون بها؟ الإنسان اللي ظلم الناس واللي أكل حقوقهم واللي ظلمهم واللي بهدلهم واللي حرمت زوج أو طليقها من ان هو يشوف اولاده، واللي حرم طليقته من ان هي تشوف اولادها، والناس اللي عماله تظلم في بعض، يا ترى لما يتحطوا على النعش هيقولوا قدموني قدموني، ولا هيقولوا يا ويلها اين يذهبون بها؟ فكل جنازه ما هي الا رساله لنا لنتعظ ونعتبر، وكفى بالموت واعظا. سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عند الترمذي باسناد حسن انه كان يدفن واحدا من الصحابه، وبعدما دفنه وسوى عليه التراب بكى النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلل الحصى بدموعه وقال أي إخواني لمثل هذا اليوم فأعدوا، للحظة اللي هتدخلوا فيها القبور جهزوا نفسكم. والله ثم والله يعني أكتر شيء بيرعب الإنسان هي لحظة دخول القبر. لذلك سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه ثبت ذلك عند الترمذي بإسناد حسن أنه كان يذكر أمامه الجنة والنار فلا يبكي، فإذا ذكر القبر أمامه بكى. قالوا يا عثمان لا تبكي عند سماع ذكر الجنة أو النار وتبكي إذا ذكر القبر أمامك؟ قال نعم، أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه العبد فما بعده أيسر، وإن لم ينج منه العبد فما بعده أشد. وقال صلى الله عليه وسلم ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. نعم ورب الكعبة، أكتر شيء بيؤلم الإنسان ومخوفه ومعيشه في رعب اللحظة اللي الواحد يدخل فيها القبر لوحده ويحطوه في القبر ويردموا عليه ويقفلوا ويسيبوه ويمشوا. سبحان الله. يتبع الميت ثلاثة كما عند مسلم: ماله وأهله وعمله. فيرجع اثنان، يرجع ماله وأهله ولا يبقى إلا عمله. فالإنسان اللي ممكن عياذا بالله يضحي بكل شيء حتى بدينه علشان خاطر يراضي أهله هيسيبوك، محدش هينفعك إلا عملك الصالح. اكرم أهلك واعمل لهم كل الخير اللي في الدنيا، لكن لا تنسى حظك من الآخرة، ولا تنسى أنك ستلقى الله عز وجل في يوم من الأيام وهتقف وقفوهم إنهم مسؤولون، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة. جمعني الله وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.